أمهات بقلوب محروقة كيتسناو غير يسمعو شي خبر على ولادهم. الدموع ما كتحبش وكلامهم قليل قدام الوجع الكبير. رجعوا لينا وليداتنا، كلمة خارجة من القلب كيتعاودوا بها عشرات المرات. الشباب بزاف خرجوا يعبروا على الصوت ديالهم، بعضهم ما دار والو غير اهتف وغوت، ويمكن بعضهم انجرف وسط الفوضى، ولكن كلهم عندهم أهل كيتسناوهم. الأمهات شادين صور صغيرة كيدوروا بها وسط الوجوه بحال الضوء في الليل المظلم. الحسرة مخنقاهم والكرامة مسندة على ظهورهم. ولدي ماشي مجرم، ولدي غير كان كيحلم ببلاد زوينة. صوت كيرتعش من البكاء. في طنجة الشوارع عاقت على الصراخات والحيطان تشبعت بالدموع. الناس كاملين عارفين ماشي كل واحد تعتقل هو بالضرورة خرب أو دار شي عيب. كاين اللي كان غير حاضر، كاين اللي كاين اللي غير تابع صحاب، وكاين اللي تلاقاها بالصدفة. ولكن النتيجة وحدة، أمهات وآباء كسهروا ليالهم على الخوف والرجاء. كل دمعة كتنزل الدعاء كيتعاود كل دقيقة. واحد الأب كيقول ما بغيتش كتر غير نسمع أن ولدي بخير. وجوه الأمهات كتحكي حكايات بلا كلمات، عيونهم عامرة بالوجع. وسط هاد الظلام كيبقى الأمل واقف ما كيسقطش. 3 دقائق كتختصر سنوات ديال التضحية والانتظار، والصوت اللي كيبقى في الأخير هو نداء بسيط: ارحموا ولادنا ورحموا قلوبنا. وما بقلنا غير نقولوا اللهم اصلح البلاد والعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى يصلح البلاد هذه ويدم فيها المحبة والأمن والأمان للجميع، ويصلح بها هاد الشباب الغيور على الوطن ديالو. بطبيعة الحال حنا ما كنأيدوش الخراب وما كنأيدوش العنف وما كنأيدوش التخريب. حنا بطبيعة الحال مع الأمن والسلام للبلاد ديالنا. نتمنى الخير للجميع إن شاء الله تعالى.